فئة ال 15000 جنيه في السوق المصري دلوقتي هي فئة الحيرة الكبرى، انت معاك قرشين حلوين خايف تسترخص وتجيب موبايل يعلق معاك وفي نفس الوقت مش عايز تكسر الميزانية وتجيب فلاج شيب بأرقام فلكية، ده غير انك بتهرب برضه من فخ المستعمل اللي ممكن يلبسك في حيطة. طيب ايه الحل؟ اقول لك انا يا سيدي، بما اني عارف انك بتدور على موبايل يعتمد عليه بكاميرا كويسة ويساعدك في ظروف شغلك وأداء يعيش معاك، فانا جمعت لك الخلاصة، افضل 4 موبايلات تحت ال 15000 جنيه ضمان محلي، هنشوف فيهم موبايل بكل مميزاته وعيوبه، فعايزك تركز معايا جدا وسريعا طبعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك ويلا بينا نبدأ بأرخص موبايل 5G من سامسونج واللي هو السامسونج A17. الموبايل ده معمول للناس اللي بتدور على الاستقرار اكتر من الروشنه شويه، وده هيكون واضح معانا واحنا بنفليه واحده واحده. من ناحيه التصميم والامان فانت عندك خامات سامسونج المعتاده في الفئه دي، بلاستيك قوي بالكامل، وزن الموبايل 192 جرام، والميزه انه طارد للغبار والميه بشهاده الاي بي 54. ممكن ما تكونش اقوى حاجه بس لسه في ميزات تانية هنعرفها كمان شويه. اما من ناحيه الشاشه فانت عندك الشاشه هنا طبعا خرافيه، سوبر اموليد، الوانها تحفه بتردد 90 هرتز، والسطوع بتاعها بيوصل لحد 800 نتس، والمميز هنا ان طبقه الحمايه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس، ودي حمايه شاشات فلاجشيب. العيب اللي لسه بيعصب ناس كتير هو النوتش القديم اللي سامسونج لسه مصمم عليه، لكن غير كده فانت واخد شاشه ممتازه، الوان وسلاسه مش هتشوف معاها اي مشاكل. اما من ناحيه الاداء فالموبايل ده جاي شغال بمعالج الاكزينوس 1330، وده جايب معماريه 5 نانو، اداء ممتاز في المهام اليوميه، وبيدعم لك ال 5G طبعا علشان يعيش معاك السنين الجايه من غير ما تحس ان في عجز في اي حاجه، وهيوفر معاك شويه حلوين في الطاقه، واداء مستقر برضه في الالعاب. لو هتلعب لعبه زي بابجي مثلا 60 فريم فمش هتشوف معاها مشاكل. نسيب الاداء ونروح على الكاميرات، وهنا انا عايز اقول لك ان التجربه محترمه جدا لصناع المحتوى المبتدئين، وده لانك عندك هنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بمثبت بصري OIS، فتقدر انك تصور فيديوهات وانت واثق ان الفيديو هيفضل ثابت، ده غير ان السكين تونز بتطلع مظبوطه كعاده سامسونج. ومعاك كاميرا ثانيه الترا وايد 5 ميجا بكسل، وكاميرا ثانيه 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا المكروه. اما الكاميرا السيلفي فدي 13 ميجا بكسل وبتطلع صور سيلفي ممتازه، وفي المجمل هتاخد اداء كويس جدا من الكاميرات خصوصا لو انت بتصور في النهار. اما من ناحيه البطاريه فانت عندك هنا بطاريه 5000 ملي امبير اور بتكمل معاك اليوم مرتاح، بس سرعه الشحن هنا اللي حاسسها لسه ضعيفه شويه وهي 25 واط، مش زي سرعات باقي المنافسين اللي هنعرفها في الموبايلات الجايه. ومن ناحيه السماعات فانت عندك سماعه واحده هنا مونو، لكن صوتها عالي وكويس، بس في نفس الوقت لو انت غرضك العاب فالسماعه دي مش ليك، ويفضل انك تشغل سماعه وايرلس، وده علشان برضو ما عندكش منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعه الاذن، فانت مضطر انك تشغل سماعه وايرلس علشان تقدر انك تسمع الاصوات يمين او شمال على حسب اللعبه اللي انت بتلعبها. اما لو عايز موبايل اقوى في الالعاب فاستنى معايا كمان شويه. من ناحيه المستشعرات فانت عندك البصمه هنا جايه في زر الباور وادائها سريع، وطبعا باقي المستشعرات كامله زي التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب، كل دول موجودين وكلهم هاردوير مفيش حاجه سوفت وير. والميزه الاقوى كالعاده انك عندك تحديثات لمده 6 سنين كامله، وده طمنك شويه لو انت عايز الموبايل يعيش معاك مده طويله. الاي 17 كمان بيدعم لك ال NFC ومايك اضافي لعزل الدوشه، ومن اكتر العيوب الرخمه اللي هتشوفها انك ما عندكش شاحن في العلبه، وده عيب مستفز لانك كده هتزود الميزانيه اللي معاك كمان 1000 جنيه مثلا كده ولا حاجه، او اكتر كمان على حسب الشحن اللي انت تشتريه، وده على سعر الموبايل اللي انت تعرفه معايا دلوقتي. حابب انبهك ان العلبه ما فيهاش غير الوصله التايب سي وكمان دبوس السيم كارد. ومن ناحيه الاسعار فانت عندك للنسخه 128 مع 6 رام ودي بسعر 11500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 13500 جنيه. وطبعا وارد جدا الاسعار ممكن تلاقيها اتغيرت على حسب ما انت بتشوف الفيديو ده امتى، لان الاسعار طبعا متقلبه كتير اليومين دول ومش ثابته. نسيب الاي 17 5G ونروح على الثاني موبايل معانا وهو الفيفو واي 31 دي. هنا حابب اقول لك لو انت مندوب مبيعات او شغلك كله بره البيت وبتحتاج موبايل يعني بطاريته مش بتخلص، فالموبايل ده متفصل عشانك، وخلينا افهمك ليه. نيجي بس نشوف التصميم في الاول، هتلاقي ان ده مش مجرد موبايل عادي، لان وزنه تقيل حبتين هنا 219 جرام، وده علشان البطاريه واللي هتعرف الساعه بتاعتها كمان شويه. بس الموبايل مقاوم للميه والغبار بشهاده الاي بي 68 و69، فيا باشا ارميه في الميه وطلعه مفيش اي مشكله هتقابلها معاه. ومقاوم للصدمات طبعا بشهاده عسكريه، ترميه من متر ونص ما تلاقيش فيه اي حاجه، وفي لمبه اشعارات RGB مديه شكل روش في الظهر. اما من ناحيه الشاشه فهنا التضحيه شويه، وده لانك عندك الشاشه هنا IPS LCD مش اموليد، وكمان بكواليتي الHD بلس، فحط لك شاشه تعبانه سيكا، والكواليتي كمان مش افضل حاجه، بس الريفرش ريت بتاعها بيوصل لل 120 هرتز، ده غير ان سطوعها كويس جدا تحت اشعه الشمس بتوصل معاك لل 1250 نتس، فانت واخد سلاسه واضاءه كويسين مقابل ان هم تنزلوا لك عن الكواليتي والالوان شويه. ممكن كل ده ما يفرقش معاك لما تعرف باقي امكانيات الموبايل. المهم خلينا نشوف الاداء، وهتلاقي الموبايل ده جاي شغال بمعالج السناب دراجون 6 اس جين 2، وده معالج 4G اداء متواضع مناسب للتصفح والشغل، بس مش للالعاب التقيله خالص، لكن ما يقولش لا يعني تقدر تلعب عليه عادي بس من غير ما تضغط عليه بزياده عشان ما تحسش انه هيهيس منك. لما نشوف الكاميرات فهتلاقي كاميرا 50 ميجا بكسل هنا كاميرا اساسيه، والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي كاميرا البورتريه. وحابب اقول لك ان اداء الكاميرات هنا مقبول، تصوير الفيديو اخره فول اتش دي بس مش اقوى حاجه لو انت صانع محتوى، بس تقدم معاك الغرض. اما الكاميرا السيلفي فدي 8 ميجا بكسل. تعالى بقى لاهم ميزه بتميز الموبايل ده وهي البطاريه. انت عندك بطاريه مرعبه هنا 7200 ملي امبير اور، ودي تعتبر اكبر بطاريه في الفئه دي عموما، تقعد معاك يومين شغل متواصل، ومعاها كمان شاحن سرعته 44 واط.
ممكن ما يكونش الاسرع بالنسبه لسعه البطاريه لكن مازال كويس. ولما نروح للسماعات فانت عندك هنا السماعات جايه ستيريو، هتاخد صوت مجسم ومحيطي بيعوض لك الشاشه شويه، والبصمه جايه في زرار الباور، وباقي المستشعرات كلها شغاله تمام. وعندك كمان ميزه الاي ار بلاستر علشان تتحكم في الاجهزه الالكترونيه، ومايك العزل الدوشه بس ما فيهوش الان اف سي لو انت بتستخدم الخاصيه دي. وطبعا لما نروح للاسعار فحابب اقول لك ان العلبه بتاعته هنا جايه متكامله فيها كل حاجه، مش هتحتاج انك تدفع اي فلوس تاني علشان تشتري باقي مكملات ليه ولا اي حاجه. وعندك هنا منه نسختين، نسخه 128 مع 6 رام ودي بسعر 10500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 12500 جنيه. نروح لثالث موبايل معانا ونرجع تاني لشركه سامسونج، فهنلاقي معانا هنا السامسونج الاي 26. لو فاكر طبعا فيديو المقارنه اللي انا كنت نزلته عن الاي 37 والاي 57، فحابب اقول لك ان الموبايل ده بيقدم لك ريحه الفخامه دي بس بسعر اقل بكتير، وده باين معانا من التصميم اللي اول ما تمسكه هتحس بفرق. ظهر ان الجزاز الفخم شويه محمي بالفيكتاس بلس، ومقاوم كمان بشهاده حمايه الاي بي 67 لحد متر ونص، ينزل الميه ما يتكلمش معاك عادي، فده موبايل بريميوم فيه. اما الشاشه فطبعا واخد منها افضل الوان كعاده سامسونج، لان الشاشه هنا جاي سوبر اموليد بالريفرش ريت بتاعها اللي بيوصل ل 120 هرتز والسطوع اللي بيوصل ل 800 نتس. لكن عندك نفس العيب اللي شفناه في الاي 17 5G وهي النوتش القديم، وعشان تكون عارف برضو الشاشه دي ما بتدعمش الاولويز اون ديسبلاي، فمن الاخر كده الشاشه ما فيهاش نقاش. ندخل دلوقتي على الاداء، واللي هتلاقي المعالج هنا جايب الاكزينوس 1380، وده اداء مستقر جدا وممتاز في الفئه دي، خصوصا لو انت بتضغط على الموبايل بزياده او لو حتى بتلعب عليه لعبه زي بابجي او كول اوف ديوتي فري فاير، هتلاقي الموبايل شغال معاك زي الفل، بس هو بيسخن حبتين علشان الخامات اللي جايه من الجزاز. ولما نشوف الكاميرات فاقول لك هنا انك عندك الكاميرا 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، ومعاها مثبت بصري او اي اس هتساعدك كتير جدا يعني في التصوير الصور او الفيديوهات، ومعاك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. والاهم طبعا انه بيصور لك فيديوهات لحد 4K بالكاميرا الخلفيه، ودي كواليتي ممتازه حتى لو مفيش ثبات في ال 4K هتلاقي تفاصيل رهيبه. والكاميرا السيلفي عندك هنا 13 ميجا بكسل. ولما نروح لحاجه زي البطاريه فهتلاقيها هنا 5000 ملي امبير بنفس سرعه الشحن اللي شفناها في الاي 17 ل 25 واط. وعندك السماعات هنا للاسف برضه لسه جايه مونو، البصمه برضه جايه في زرار الباور وادائها سريع عن البصمه اللي بتيجي في الشاشه من سامسونج. لكن لما نشوف باقي المستشعرات فانت عندك كل المستشعرات ما عدا مستشعر القرب ده جاي سوفت وير، لكن الباقي هاردوير، وحتى اللي جاي سوفت وير ده فهو اداؤه مستقر معاك مش هتشوف معاه مشاكل. عندك طبعا تحديثات سوفت وير بتوصل معاك ل6 سنين ودي ميزه ممتازه وهتريحك كتير لو مش حابب انك تفكر في موبايلات تاني الفتره الجايه. والموبايل كمان بيدعم لك الان اف سي. العيب بتاعه واللي خلاص اتعود عليه من سامسونج في كل الموبايلات الجايه ان العلبه كده هتفضل فاضيه ما فيهاش غير الموبايل ودبوس السيم كارد والوصله التايب سي. ومن حيث الاسعار فانت عندك هنا منه نسختين، نسخه 128 مع 6 رام ودي بسعر 13500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 15500 جنيه. وخليك فاكر ان كل الاسعار اللي بنقولها لحد دلوقتي ضمن محل، وارد جدا انها تتغير الفتره الجايه، ولسه بنبهك علشان ما تجيش في الكومنتات تقول لي الاسعار متغيره واسعار الفيديو غلط، فده طبيعي يعني احنا دينا شهرين كل اسبوع بتغيير اسعار جديده. خلينا دلوقتي نسيب سامسونج خالص ونروح للانفينكس، والموبايل اللي هرشحه لك بكثره لو انت واحد بتلعب كتير فاقول لك يا باشا انت لو لقيته هاته من غير ما تفكر، لان الموبايل ده رفعه حلوه الفتره اللي فاتت وكده يعني ما فيش منه، ده خلاص بيودع السوق، وهو الانفينكس نوت 50 اس. ده لو انت جيمر او صانع محتوى عايز اداء سريع وشاشه يعني ممتازه معاك فلا انفينكس متوصيه هنا شويه. نبدا بالتصميم واللي هتلاقيه بلاستيك بس شيك جدا، وزن الموبايل خفيف 180 جرام، مقاوم للميه بشهاده الاي بي 64، في لمبه اشعارات كمان روشه في الظهر، ده غير شكل الكاميرات اللي مختلف ده يعني مدي شياكه اكتر. ولما تيجي تشوف الشاشه فهتلاقي شاشه فلاج شيب حرفيا، لانك عندك هنا شاشه اموليد وكمان كيرف بكواليتي الفول اتش دي بلس، والاهم طبعا انك عندك ريفرش ريت بيوصل لحد ال 144 هرتز، ده غير السطوع اللي بيوصل معاك لحد 1300 نتس، فلو بتلعب على الشاشه دي فهتديك نعومه ملهاش مثيل. ونسيب دلوقتي الشاشه ونروح على المعالج، واللي هتلاقيه هنا جاي 4 نانو وده موفر معاك في الطاقه، واللي هو الدايمنستي 7300 التيميت. وعايز اقول لك ان المعالج ده بيقدم لك اداء طلقه في الفئه دي، ويعتبر افضل معالج مقدمه انفينكس في الفئه السعريه دي، لانك عندك موبايل من انفينكس اسمه النوت ايدج وفي معالج يعني يمكن اقل من ده بكتير في الامكانيات، فهو غالي علشان بيدعم لك الاسم. لكن النوت 50 اس متكامل من كل ناحيه حتى في الكاميرات اللي لسه هنتكلم عنها. فمن ناحيه المعالج اذا كان استخدامك يومي او بتلعب العاب فلا المعالج هنا اداؤه ممتاز. اما من ناحيه الكاميرات فانت عندك الكاميرا الاساسيه 64 ميجا بكسل وجايب سنسور من سوني محترم، والميزه الجباره ان الموبايل بيصور لك فيديوهات لحد 4K فتاخد منه تفاصيل برضه كويسه لو انت واحد بتصور فيديوهات او صانع محتوى. العيب الوحيد بس في الكاميرات انه ما فيهوش مثبت بصري، فتحتاج انك تثبت ايدك كويس وانت بتصور فيديوهات او بتصور صور علشان تاخد يعني صوره ثابته. ولما نروح نشوف البطاريه فهتلاقيها هنا 5200 ملي امبير اور مع سرعه شحن يعني كويسه 45 واط، والموبايل كمان بيدعم لك الشحن العكسي. وانا شايف ان البطاريه برضه ادائها هيكون كويس معاك خصوصا مع ال4 نانو اللي تخص المعالج اللي هتوفر معاك في الطاقه. السماعات هنا كمان جايه ستيريو وصوتها مجسم بس مش الاعلى في الفئه دي عموما، لكن لو بتلعب هتعرف تحدد خطوات اللعيبه كويس. ومن ناحيه المستشعرات فانت عندك البصمه جايه تحت الشاشه وادائها سريع جدا، وعندك باقي المستشعرات اللي انت عايزها ودي هتلاقيها كلها هاردوير. كمان انفينكس مش سايبك كده وحاط لك كمان كام ميزه كده تدلع بيهم نفسك زي الان اف سي والاي ار بلاستر، وكمان في
في AI تقدر تستخدمه جوه الموبايل نفسه. عيب الموبايل ده بس انه بيدعم تحديثات لمده 2 ومفيش مكان لكارت ميموري. ولما اروح للاسعار فانت عندك هنا منه نسخه واحده واللي هي 256 مع 8 رام ودي بسعر 14500 جنيه، وطبعا العلبه بتاعته متكامله. فانت ونصيبك لو لقيت الموبايل ده تمام اشتريه، ما لقيتهوش فيعني للاسف فهو اكيد خلص من السوق. المهم لو انت وصلت لحد هنا فانا حابب برضو ما اطلعكش من الفيديو غير وانت عارف انت هتشتري ايه، فخليك معايا دلوقتي اقول لك الخلاصه واقول لك انت تحط فلوسك في اي موبايل بالظبط. فعايزك تركز معايا. لو بتدور على ارخص موبايل 5G بكاميرا فيها OIS ويعيش معاك سنين حرفيا فهات الاي 17 5G ما فيهاش نقاش. اما لو شغلك بره البيت وعايز بطاريه مش بتخلص وموبايل يستحمل الخبطات والميه ويجع منك فلا هات الفيفو واي 31 ما فيش غيره في الفئه دي. لكن لو عايز تعلي الميزانيه شويه وتجيب حاجه اقوى شويه من سامسونج فاقول لك روح للاي 26 لانه بيقدم لك هنا فخامه اكتر، خامات من الجزاز، مقاومه برضه للميه والغبار، تصوير 4K مع اداء مستقر، فالزياده هنا تستاهل الامكانيات اللي انت تاخدها. لكن لو انت واحد جيمر هدفك لعبه بس او في نفس الوقت صانع محتوى وعايز شاشه بتردد عالي وبرضه تقدر تصور 4K فاقول لك روح هات الانفينكس نوت 50 اس، بس خليك فاكر انه مش بيدعم الاو اي اس كتصوير عشان لو كان اعتمادك كبير على الكاميرات تكون عامل حسابك في ستاند او انك تثبت ايدك كويس يعني اذا كنت بتصور في اي ظروف. فبس كده ما تنساش تحت في الكومنتات دلوقتي تعرفني ايه الميزانيه اللي معاك وانا ارشح لك افضل موبايل مناسب ليك، وطبعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك علشان غيرك يستفيد، واشوفك في الترشيح الجاي. سلام.